كريستيانو رونالدو يهين دولة قطر، هولندا تستحق الفوز أما قطر فتذهب إلى الجحيم. ورد قاسي جدا من أمير قطر على دول أوروبا ودعمهم للمثلية الجنسية والترويج ليها داخل مباريات كأس العالم. أهلا بكم متابعين قناة سيف ترند. طبعا بعد خسارة قطر أمام هولندا، كريستيانو رونالدو طلع وقال فلتذهب قطر للجحيم وفوز هولندا هو شيء طبيعي. أما رسالة أمير قطر فقال إن دولة قطر بتتعرض لانتقادات كتير جدا من بداية كأس العالم. لله شرف استضافة كأس العالم، تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة. ورسالة تهديد من أمير قطر لدول أوروبا وخاصة إنجلترا بعد ترويجهم للمثلية الجنسية، وقطر بتسحب استثمارات بإجمالي 450 مليار، وده رقم كبير جدا وبيعتبر زي موازنة أي دولة. تهدد بمراجعة استثماراتها في لندن.